من اللحظة يلي بتخلص فيها آخر لقمة من وجبتك. بأول 4 ساعات جسمك ببلش بعملية الهضم والامتصاص بكفاءة عالية. الأمعاء بتفكك البروتين لأحماض أمينية مشان الاستشفاء العضلي، والكارب بيتحول لجلوكوز بيرفع سكر الدم. وطبيعي بهاي الحالة البنكرياس بيفرز هرمون الأنسولين بكميات كبيرة مشان يوزع هذا الغذاء. بس انت كرياضي لازم تفهم قاعدة فسيولوجية ثابتة: الأنسولين هرمون بنائي، وطول ما مستوياته مرتفعة بالدم عملية أكسدة وحرق الدهون بتتوقف تماما بجسمك، والخلايا الدهنية بتكون بوضع التخزين والامتصاص، ومستحيل فسيولوجيا وعلميا انك تستخدم الدهون كفحم للوقود طالما الانسولين عم يدور بالدورة الدموية. ولكن هذا المدد الهائل من الطاقة السهلة والجاهزة بدمك رح ينتهي فجأة، وهون بتبلش أصعب مرحلة فسيولوجية يلي للأسف أغلب الشباب بيفشلوا فيها وبيركضوا على الثلاجة فورا.